السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الخير عليكم يا حبايبي. صباحكم إن شاء الله كده يا رب طيب ونادي ومعطر كده بالفل والياسمين، طبعا بذكر الله يا بنات وبالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هو ما فيش غيري في البيت ده بقى يكنس ويطبخ ويخبز ويروق؟ هو طب يا جماعة حد ياخدني عنده بالله عليكم، حد يبعت لي كده زيارة عنده اجي اقعد معاه كده يومين ثلاثة اروق واستجم كده، بجد زهقت. ربنا يبارك فيكم كلكم يا رب ويخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا ولا ربنا يحرمكم مني. يلا نبدأ الفيديو مع بعض بقى كده يا حلوين. وصحيت الصبح كده عندي حبة نشاط كده، قلت بقى ايه، انا هقوم اعمل حبة فطير. قمت كده سحبت البرميل بتاعي، برميل الدقيق عارفينه طبعا، كل متابعيني عارفينه، واخدت منه كيلو دقيق كده، وقلت بقى ايه هعمل الفطير ده او القرص دي زي ما بتقولوا بقى. انا هحشيها عجوه وهحشيها جبنه قريش. فكان عندي قطعه عجوه كده كانت في منسيه في التلاجة، طلعتها وقطعتها كده مكعبات صغيره علشان ايه لما تيجي على البوتاجاز كده تلين معايا بسرعه، يعني بحاول ان انا اقطعها حتت صغيره بس كده عشان تلين معايا في اقل وقت. معلقه زبده بقى ورشه لبن كده او رشه ميه وبس، وقلبيها بقى لحد لما تلين معاكي. ان لقيتيها ناشفه شويه ضيفي لها رشه ميه كمان لحد لما تلين، بس خدي بالك ما تلينيهاش قوي. وبالمعلقه كده وهرسيها هتلاقيها ما شاء الله عليها بقى، يعني رشه سمسم بقى، حته سمنه بلدي وخلاص على كده. معايا هنا اهو كيلو دقيق. اللي ركزوا معايا بقى في المقادير، كيلو دقيق عليه كوبايه سمنه. تمام كده. الفطير ده يا بنات طريقته سهلة ومقاديره سهلة وكل حاجته يعني موجودة في البيت غالبا، يعني ان شاء الله يا رب كده ربنا يزيد عليكم رزقه وخيره يا رب، ودايما بيوتكم عمرانة بالخير والبركة يا حبايبي يا رب. ربنا يبارك فيكم وفي حياتكم وفي ولادكم وفي رزقكم وفي رجالتكم، اللهم امين يا رب العالمين. اخدت كوباية السمنة فضيتها على الكيلو الدقيق، وبدأت كده أيبس الدقيق بالسمنة بإيديا كده. طبعا الحركة دي هتخلي الفطير معاكي مورق. تمام، مش تروحي تنزلي بالمية على طول وتعجني، لا، لازم الأول تنزلي بالسمنة وتبسيها كده بإيديكي، وبعد كده تبدأي ان انت تعجني بقى. اعجني بمية مش بلبن، حتى لو موجود عندك لبن ما تدخليش اللبن للعجينة دي خالص عشان الفطير ده ما يلينش معاكي. وقفت محمد ابني كده يصب عليا الميه، علشان ما حبيتش امسك الشفشق بقى بتاع الميه بايديا وايدي كلها عجين والكلام ده كله. اعجني بقى العجينه كويس قوي، وطبعا في البدايه كده انا بشربها بس، بحاول اشربها الميه انما مش بلتها. في الاخر بقى هبدا ان انا اعجنها كويس جدا، بس في الاول لازم تشربيها الميه بالراحه كده وبشويش، برضو عشان نحافظ على توريقه العجينه. بالله عليكم يا بنات لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وانزلوا في التعليقات اكتبوا لي تعليق صلوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا يبارك فيكم يا رب. ادعوا لي فيه ربنا يفرج كربي، ادعوا كمان لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويثبتهم ويأيدهم بنصره يا رب ويرحمهم برحمته الواسعة، اللهم امين يا رب العالمين. التعليقات واللايك بترفع لي الفيديو وبتفيدني جدا، فبالله عليكم ما تحرمونيش لا من اللايك ولا من التعليق. اكتبوا لي كمان كده انتوا بتتابعوني من انهي بلد، علشان كده نكون اخوات واصدقاء في القناة وعدد اخواتنا يزيد كده يا حبايبي. في الاخر بقى لتت العجينة لحد لما لفت معايا وبقت زي العسل. دي حتتين جبنة قريش كانوا عندي في التلاجة كده، لما حسيت ان هم بقى يعني مش هيتاكلوا رحت رشيتهم ملح علشان ينشفوا، علشان الجبنة ما يبقاش فيها مية. واخر اليوم لقيتهم صفوا المية بتاعتهم كلها وشربوا كمان من الملح، فبكده خلاص هيدولي للفطير طعم حلو. مسكت شوكة بقى كده وهرستهم كلهم، نعمي بقى الجبنة خالص علشان لما تيجي تبطي الفطيرة ما تفتحش معاكي.
قعدت على الارض بقى، وما بصوا يعني هي الارض مرجوعنا ليها اصلا، يعني انا بحب الشغل على الارض قوي. وبدأت احشي بقى العجينة كده، ونسمي الله ونصلي على النبي ونذكر ربنا عز وجل. وندعي كتير، الدعاء نص الإجابة يا بنات. ادعوا كتير قوي ربنا كده يا رب يرحمنا برحمته الواسعة جميعا، وربنا يرضى عننا جميعا. أنا وكل اللي بيشاهدوني دلوقتي ربنا يرضى علينا جميعا يا رب. لو ربنا رضى علينا بقى الدنيا كلها ايه هتزهزه لنا. ربنا يرضى علينا جميعا وي... ويزيح عننا البلاء ويعفو عننا ويتجاوز عن سيئاتنا، ويرفع عننا البلاء ويرفع عننا الغلاء، ويهون علينا العيشة الصعبة اللي احنا عايشينها جميعا. كل البيوت في ابتلاءات، وكل البيوت حياتها بقت صعبة، وخاصة الأيام دي. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. إلا إننا كده لازم نتذكر إن هو بلاء من عند ربنا، ولازم نرضى بيه. وكمان تذكر إن إحنا بجد أحسن من غيرنا كتير قوي. يعني إحنا فعلا عايشين في نعم لا تحصى. مهما اشتدت علينا الدنيا والصعاب والابتلاء، إلا إننا فعلا أحسن من غيرنا كتير قوي يا بنات. وربنا عادل في كل عطاياه. ربنا زي ما اداني اداكي 24 قيراط بالظبط بالتمام والكمال، ليا وليكي والاخت دي والاخت دي والاخت دي، كلنا زي بعض. رزقنا نزل متساوي، الا ان الرزق ده مختلف. رزق ممكن يكون ابتسامة حلوة، رزق ممكن يكون قلب صافي بيحب الخير للناس، الرزق ممكن يكون صحة، الرزق ممكن يكون أولاد، ممكن يكون بيت لامم شملك ولامم عيلتك، ممكن يكون ضحكة حلوة بتضحكيها كده من القلب مع زوجك وولادك. الرزق ممكن يكون عيون بنشوف بيها، ودن بنسمع بيها، لسان بنتذوق به الأكل. الرزق أنواع كتيرة قوي. وربنا كده يا رب يرزقنا جميعا، ربنا يرزقنا جميعا 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 كل حاجة حلوة في الدنيا. نحمد ربنا كده في السراء والضراء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد يا ربي عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. دخلت الفطير بقى الفرن، وفي البداية كده لازم يكون في صينية نسوي بيها الفطائر. أول ما الصينية دي هتسخن انزلي بالفطير بتاعك، وبعدها بشوية كده ب10 دقايق حاولي ان انت تقلبي الفطير الجهة التانية، حتى لو لقيتيه بيقب معاكي اقلبيه برضو. هي دي طريقة التسوية. وحاولي ان انت تحمصيها بقى كده علشان كل ما بتنشف كل ما بتبقى حلوه. عايزه اقول لكم الجبنه القريش بتسيح في الفطيره كده، بتبقى عامله زي الموتزاريلا بالظبط. بتشرب كمان الفطيره كده من طعمتها. وكل ما كانت الجبنه مالحه شويه كل ما كانت الفطيره طعمه قوي، لانها بتشرب من طعم الجبنه ومن ملوحتها كده ومن طعمها. صراحه الفطير ده حلو قوي، بيبقى سخن اجمل واجمل. بس انا لما بعمله بقى بعمله بكميه قليله، علشان انا ما بحبش المخبوزات تبات يا بنات. يعني انا بحب اعمل الحاجه كده تتاكل في نفس اليوم. فلما تيجي تعملي اي مخبوزات ما تزوديش عن النص كيلو او الكيلو. فعلا يا بنات، يعني الولاد اساسا المشي في الدروس ومذاكره والكلام ده كله قلل من اكلهم كتير، او مش زي ما بنبقى في الصيف. في الصيف العيال فعلا بتاكل حلو قوي، انما ايام الدراسه انا بحس كده ان ولادي اكلهم بيقل. مش عارفه انتوا زيي ولا لا؟ ايه رايكم بقى؟ انا منتظره رايكم في التعليقات. تنزلوا في التعليق وتكتبوا لي ايه رايكم في الفطير الحلو ده، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني من انهي بلد. تقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات بتاعتي، مش الفيديو ده بس، لا تدخلوا على الفيديوهات اللي موجوده في الصفحه او القناه، تقولوا لي رايكم فيه. كمان تعملوا لي المتابعه والاشتراك القمر العسل منكم للصفحه او للقناه على اليوتيوب. مدوا ايديكوا بقى يلا وخدوا واحده. يلا تعالوا بقى اتفضلوا معانا، والنبي لا تتفضلوا معايا. تعالوا كده كلكم كده مدوا ايديكوا يلا. انا عارفه ان هو قليل بس يسيع من الحبايب الف والله. والبركه بتعم. اعمل بقى شاي وفطيره كده وافطر،
وبس كده خلص الفيديو. استودعكم الله في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.